اسمه عبد الله. هو بيتكلم كده ليه ده؟ هو لسانه كده يا عم، ما تتريقش عليه. هو ما بيتأتيش في القرآن. هو ما بيتهتش في القرآن خالص؟ في القرآن بس. يعني هو عند القرآن بيقرأ على طول وفي الكلام العادي بتاعته؟ والله صح؟ والله اللي بيحصل ده معجزة، والله معجزة بكل المقاييس. أنا مصدوم. سبحانك يا رب. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أقسم بالله يعني أنت لا تقدر بمال، لا تقدر يعني بالذهب ولا بأي كنز صراحة. كابتن سمحت بقول سؤال. خد ايه اللفه دي يا عم؟ انت ساعة عربيه ولا ايه؟ انت اسمك ايه؟ محمد. هو انت اسمك ايه؟ اسمه عبد الله. هو بيتكلم كده ليه ده؟ هو لسانه كده يا عم، ما تتريقش عليه. لسانه كده بجد؟ بجد ما تتريقش عليه. طيب خلاص انا اسف معلش. طيب بص، احنا في برنامج وبنسأل أسئلة ماشي، واللي بيجاوب عليها بياخد على كل سؤال 100 جنيه ماشي يا عم؟ طب اللي بيجاوب على الأسئلة بياخد على كل سؤال 100 جنيه ماشي. أنا أسألك سؤال بقى ماشي. السؤال الأول بيقول كم عدد أجزاء القرآن الكريم؟ 30 جزء. كم؟ 30 جزء. 30 جزء. خد برافو عليك. هو كيس. بسألك سؤال مش هتعرف؟ طيب ماشي. طيب انت حافظ قرآن او حاجة؟ طيب لا برضو خالص. طيب وانت حافظ قرآن؟ حافظ؟ هو حافظ. هو حافظه والله بس مش عارف يقرأ كده يعني، مش عارف يقرأ بشكل. اسأله هو هيقرأ. اسأله هو هيقرأ؟ يعني هيعرف يقرأ بس هو بتاع. لا هو اسأله. انت عندك كم سنة؟ 13. طيب انا هسألك سؤال في القرآن ماشي. السؤال بيقول لا أقسم بيوم القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول بس ايه اللي بيحصل ده؟ سمع اللي بيحصل ده معجزة، والله معجزة بكل المقاييس. أنا مصدوم. سبحانك يا رب. مش عارف أقول إيه. أنت إزاي كده؟ عايز أفهم أنت إزاي كده؟ هو صوته كده في القرآن يعني. إيه؟ هو ما بيتأتيش في القرآن. هو ما بيتهتش في القرآن خالص؟ في القرآن بس. يعني هو عند القرآن بيقرأ على طول وفي الكلام العادي بتاعته؟ والله صح؟ والله. سبحانك يا رب. ولله في خلقه شؤون يزيد في الخلق ما يشاء. يعني خد منه نعمة الكلام والنطق واداله نعمة القرآن، وما شاء الله صوت اللهم بارك، يقرأ القرآن من قلبه صراحة. انت حافظ القرآن كله ولا شوية؟ كله. ما شاء الله.
انا مصدوم والله يا باشمهندس، قسم بالله مصدوم. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب تعرف تسمعنا حاجه تاني؟ ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اقسم بالله يعني انت لا تقدر بمال، لا تقدر يعني بالذهب ولا باي كنز صراحه. اللي انا شايفه ده لا يقدر بثمن صراحه. ما شاء الله عليك. بابا وماما عايشين؟ الحمد لله. طيب هو معلش يعني هو في حد منهم يعني بيتهته زي كده في الكلام ولا انت بس؟ لا انا بس. سبحانك يا رب. انت عندك اخوات تانيين؟ اللهم بارك ما شاء الله. يعني انا مش عارف يعني مش عارف اديك ايه، مش عارف اكافئك بايه صراحه، لان انت مفيش حاجه يعني صراحة يعني صوتك جميل جدا جدا جدا. انت ما تستاهلش 100 جنيه، انت هتاخد 1000 جنيه. ده اللي معايا. تاخد 1000 جنيه وما تزعلش مني ماشي. بس انا عايز يعني قبل ما هقفل الحلقة ديت، طب بص خد ال 1000 جنيه ده ليك ماشي. اتفضل. قبل ما هنقفل الحلقة عايزك تسمعني حاجة كده بصوتك الجميل ده. يعني حاجة مثلا ايه اللي انت عايز تسمعه لنا سمعه. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت
فعلتك التي فعلت وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. سمعت أخونا قرأ إيه؟ ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. لكن ما شاء الله لسانه ينطلق عند قراءة القرآن. يعني هو ما بيعرفش يتكلم في الطبيعي خالص، يعني بيجي يتكلم زينا كده لسانه بتهته. أول ما قلت له اقرأ قرآن اللهم بارك اشتغل كأن ما فيش. أنت أحسن من أي حد في الدنيا بجد والله. أنت عندك اللي مش عند أي حد، يكفي إنك حافظ القرآن بجد والله. أنا مش عارف أكافئه إزاي صراحة، والله ما عارف أكافئك إزاي. طب أنتوا كنتوا رايحين فين؟ مروحين؟ وده يبقى لك إيه؟ صاحبك؟ بس أنا مبسوط منك على فكرة، علشان أنا لما قلت هو بيتكلم كده ليه أنت قلت ما تتريقش عليه، فواضح إن أنت بتحبه يعني. صح؟ هو صاحبي جامد يعني، ما يحبش حد يتريق عليه ولا يعمل له حاجة. أنت راجل واحد في الدنيا، سنك صغير بس راجل. شكرا. طب أنت مش هتدي صاحبك حاجة بقى؟ كله عادي إن شاء الله عليك. تسمح لي ابوس راسك؟ ما شاء الله. طب احنا عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها استوديو مسلم. عندكم مشكلة ان احنا نعرض الفيديو ده؟ عندك مشكلة؟ لا. طيب ماشي، يلا قول لهم باي، قول لهم كده. يلا سلام عليكم.